سلف ودين، سلف ودين. سلف ودين، قصة محمود فوزي الوكيل، إعداد إبراهيم أبو الغيط، إخراج مصطفى أبو حطب. بس يا سعيد يا ابني، ونفضي العزا، وكل ما اجي اقوم ناس تيجي وناس تروح. يا سلام يا سلام. اصل المرحوم الحاج يونس بيه الف رحمه تنزل عليه، عيلته كبيره قوي من اكابر البلد. انعم واكرم. النبي ناوليني طبق السلطه العظيم اللي جنبك ده. اتفضل يا حبيبي. طالع للمرحوم ابوك تقب وتغطس في السلطه. ها، احنا وصلنا لحد فين؟ احنا وصلنا بقى لحد عند المعازيم اللي بتيجي والمعازيم اللي بتروح. معازيم؟ معازيم ايه يا واد؟ الله، عيلة الحاج المرحوم الأكابر يا ماما. المعزيين مش المعازيم، ده ميتم مش فرح. كل واحد بقى يا ماما، الفرح زي الميتم والصوات زي الزغاريد يوه واد يا سعيد. نعم يا ماما. انت هتهلوس يا واد. متأسف يا ماما متأسف، أصل بقى ساعة البطون تتوه العقول. كملي بقى، كملي. صليت على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وشوية والحاج أنوار ميلت عليا وقالت لي. الحاج أنوار دي مين بقى؟ مرات المرحوم يونس بيه. ما تخليك معايا أما. أنا معاك اهو، بس لا ناوليني بقى كوباية مية من فضلك بقى. الشوربة قدامك، اشرب منها لما تشبع. عطشان يا ماما والنبي، عطشان لا، عطشان يا ماما. المية ساقعة على أسنانك يا ماما زوران والله العظيم، زوران والله. اشرب شوربة واسمع الكلام، انت اسنانك بتوجعك والمية ساقعة عليهم والطبيخ سخن. حاضر. ها، راحت الزغطة؟ راحت خلاص راحت. احنا وصلنا لحد فين؟ احنا بقى وصلنا لحد الزغطة السخنة بقى، والشوربة اللي راحت للزغطة والزغطة لما جت. يا اختي الواد والله العظيم يا ماما عيب بقى حكاية الواد دي بقى. انا داخل على 40 سنة دلوقتي. 40 سنة وشعرك شاب وهتفضل عيل صغير. لحد امتى يعني بقى؟ لحد ما تتجوز وتخلف. ريحي نفسك، مش هتجوز ابدا. هتفضل عيل بس عيش حر. كفايه عليكي سامي اخويا والجرمه اللي عنده 5 عيال وامهم والسادس في السكه. سامي اخوك راجل وفاهم الدنيا. يا شيخه ده لو كان فاهم الدنيا صحيح كان ربط على ولدين وفصل بالباقي، كان بدله وصلح حاله. شوف يا اختي الواد، انت هتتدخل في حكم ربنا، كله برزقه يا ابني. غلط يا ست ام سعيد، غلط. والصح ايه يا فالح؟ حبوب منع الحمل. اعوذ بالله، ده كفر. لا يا ماما، ده وفر. حبوب منع الحمل تملى الجيب، تستر العيب، تغني عن سؤال الغريب. واخوك سامع عيب في ايه بقى يا ضنايا؟ في الديون اللي غرقان فيها لشوشته. وماله، مش بياخد منك؟ مش انت اخوه؟ الكلام ده لو كان بيمد ايده لحد غريب. مد الايد ما يعرفش قريب ولا غريب، السلف هو السلف والدين هو الدين. طب هات. اجيب ايه؟ فلوس. فلوس؟ ليه؟ اصل حجزت ايه؟ سينما ولا ديزل مجري؟ حجزت الخميس التاني على طلعة الحاج يونس بيه. جوز طنط الحاج انوار. ايوه، الرحمه واجره المقرئين وكل التكاليف من عندنا. الله اكبر، هي الرحمه على روح المراحيم بقت بالطابور والحجز زي فراخ الجمعيه. يا واد هات، اهو كله سلف ودين. يا سلام، الايام بتجري وكله من العمر محسوب يا نينا الحاج. ايوه يا حاج انوار يا حبيبتي. خميس ورا خميس وعداد الزمن بيعد. ايام وسنين ولا راحوا عايشين معانا بذكرهم الغاليه. الدوام لله يا حاج انوار، اهو حال الدنيا، ناس تتولد وناس تروح. ايوه، عجله دايره وبتدور ليل ونهار بتدور. انتي مؤمنة يا بنتي، ودمعة الحي تحرق اللي مات. أنا اللي صعبان عليا يا نينا الحاجة إن الدنيا تملي ضد. ليه يا حبيبتي؟ اسم الله عليك،
ده المرحوم يونس بيه راح وساب لك الخير والستر كله. مستورة والحمد لله، لكن الفلوس مش كل حاجة. الفلوس ما تساويش لحظة حنان شفتها مع الحاج يونس. ده ما كانش جوزي وبس، ده كان أبويا وأخويا، ده كان عيلتي كلها. أيوة، الله يرحمه، ما كانش يستحمل عليك الهوى الطاير. يا نينا الحاجة لو قلت مرة يفضل سهران الليل بطوله جنبي. أول مرة شفناك انت والمرحوم في أرض الحجاز قلت للمرحوم أبو سعيد ده باين عليها بنته يا حاج. كل الناس كانت بتقول عليا بنته، وكان الله يرحمه يضحك ويقول لي نورة، الناس يا نورة مستكترين عليا انك تبقي مراتي. ما هو يا اخت الله يرحمه كان من دور المرحوم ابو سعيد. ولا لما كنا نروح مكان مع بعض وكان يتقدم لي عريس علشان يخطبني منه، يضحك ويقول له انا موافق بس خد رأي العروسة يا ابني. تعرف يا نينا الحاجة، أنا والنبي حاسة إن الدنيا بقت كلها سواد في وشي من بعد. اسم الله على شباب. بكرة يا حبيبتي ربنا يعوض عليكي بابن الحلال اللي يريح قلبك. بتقولي إيه يا نينا الحاجة؟ بقول انت صغيرة وشابة وجمالك مش على حد. أنا اتجوز بعد الحاج يونس؟ الله، وماله يا بنتي، مش أحسن من كلام الناس عليك؟ يا خبر يا نينا الحاجة، بقى الدنيا دي هتجود عليا بملاك زي الحاج يونس بعد كده. يا بنتي ولاد الحلال كتير. لا يا نينا ما تقوليش كده، انت مش عارفة الحاج يونس كان بالنسبة لي ايه. ده هو اللي فتح لي باب الجنة، هو رضوان اللي خد بإيدي ونشني من الوحل اللي كنت عايشة فيه. وحل ايه؟ هو اللي غسلني من كل الذنوب، هو اللي سترني في طوب الشرف والعزة، هو اللي عرفني طريق اللقمة الحلال، هو اللي رفع راسي لما حملت اسمه وبقيت من عيلته. عيلته اللي وقفوا كلهم ضده لما عرفوا ان اتجوزني. ليه يا بنت اسم الله عليكي؟ احكي لي يا حبيبتي، قولي فضفاضي. اقول ايه وعيد ايه، دي حكاية طويلة وعريضة يا نينا الحاجة. صباح الخير. صباح النور يا فندم. الأستاذ سعيد موجود؟ موجود يا فندم. نقول له مين؟ مدام لولا. حاضر يا فندم، دقيقة واحدة. ادخل. ايوه يا عبده. مدام لولا يا فندم عايزة حضرتك. لولا؟ ممكن أدخل؟ ها؟ لولا، اهلا وسهلا. يحصل حاجة لو قعدت؟ لا ابدا، اتفضلي. يا عبدو هات حاجه ساعه بسرعه لو سمحت، خليها قهوة سادة. حاضر يا فندم. خلي الباب مفتوح يا عبدو. حاضر. انت خايف نقعد مع بعض والباب مقفول علينا ولا ايه؟ لا ابدا. افهم من كده ان مفيش ستات بتخش مكتبك. اسمعي، انت عرفتي مكتبي منين؟ من قلبي. من قلبك؟ سألت قلبي ودلني، أصله خوتني عليك، مسهرني محيرني. سعيد وحشني، هو ناسيني ولا فاكرني؟ ويفضل يسألني لحد النهار ما يطلع. ما بنامش، ما باكلش، ما بشربش، عايشة على الدخان. ولا عليه. يا سلام، تاخد سيجارة؟ متشكر، أنا ما بدخنش أثناء العمل. ليه؟ قاعد في أتوبيس؟ لولا هانم. نعم. من فضلك اقعدي مكانك. لا انا مرتاحه كده. لولا هانم اقعدي على الكرسي احسن، القعده على المكتب متعبه. لولا هانم. نعم. من فضلك سيبي الجاكيت. بعدين لك الكرافات. لولا هانم لو سمحتي. انت ليه بتهرب مني؟ احنا ما فيش بينا وبين بعض اي حاجه ابدا تخليني اهرب منك. والحب اللي بينا؟ حب ايه اللي انا جايه اقول لك عليه؟ لولا هانم اسمحي لي اقول لك ان اللي بينا مش حب. امال ايه؟ تقدر تسميه ارتياح نفسي. انت كنت في حالة نفسية وحشة في فترة معينة وانا وقفت جنبك لحد ما بقيتي كويسة، واظن دلوقتي تقدري تعتمدي على نفسك. سعيد افندم، ما تحاولش تلف وتدور بيا. قصدك ايه يا لولا هانم؟ قصدي انك فاهمني كويس قوي، والحالة النفسية اللي انا كنت فيها انت فاهم انك انت السبب فيها. انا؟ ايوه. تقدر تقول لي انا اتطلقت من شكري علشان مين؟ عشان كنت تعبانة معاه. انت كنت سبب التعب اللي انا فيه. طب عايزة ايه بقى؟ عايزة اتجوزك. نعم. تتجوزيني؟ ايوه اتجوزك.
وطي صوتك من فضلك. اتجوزني وانا اقطع لساني من اللغلوغ ابقى خرصه. ما اقدرش. ليه؟ ما عندكش فلوس؟ مش حكايه فلوس. ما عندكش شقه؟ ولا حكايه شقه. ايه مش حلوه؟ لا مش حكايه حلاوه. عجوزه؟ ولا حكايه سن. فرستيني. وطي صوتك. امال حكايه ايه؟ حكايه مبدأ. مبدأ؟ ايوه مبدأ. انا عهدت نفسي لا يمكن ابدا اربط حياتي الغاليه بواحده من بنات حواء، واحده عاشت طول عمرها من لحظه ما وعيت على الدنيا وهي عماله تدور على واحد غلبان من ولاد ابونا ادم، واحد لا بيه ولا عليه، وهوب ستوب تروح ماسكاه من زماره رقبته وتضغط تضغط 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 على زوره وينزمر تخنقه. ونطبل ترقص له وتخبله وتهبله، رقصه الموت، رقصه النحله والدبور. يا ايه اللي انت بتقوله ده؟ الحقيقه يا لولا هانم، الحقيقة اللي بتكشف الوهم الخادع اللي اسمه الجواز. افهم من كلامك ده انك مش ناوي تتجوزني؟ والله اعتقد كده. لكن انا ناوية اتجوزك. نابك على شغلة. انا وانت والزمن طويل. اشوفك امتى؟ تاني ضروري. ما تنسي بقى. ابقى نسيت حياتي؟ لا. وحياتك. هشوفك امتى؟ ليه اصلي بحبك. القهوة. ايه ده؟ عبده ايه مين فين عبده؟ ايوه فين؟ حط في البتاع ده. ولا حاجه دي. اصل القهوه من غير وش. ماما. ايوه يا سعيد. فين البيجامات؟ البيجامات كلهم مغسولين. امال يعني هلبس ايه؟ اتصرف، خلينا نلحق الظهر حاضر احسن يروح مني. طيب فين البيجامه من نص رجل؟ عندك في الدولاب. ايوه في الدولاب. ايوه اهي. ايه ده يا ماما؟ ايه دي الجاكيته ما فيهاش ولا زرار. يوه ما تخوتش دماغي بقى، خلينا اصلي. الله 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 الله. ايه الاكل ده كله؟ عندنا ضيوف ولا ايه؟ الحاجه انوار معزومه عندنا على الغدا. يلا خش اوضتك وانت عامل كده زي البلياتشو اللي الحاجه انوار تقول علينا مش قادرين نكسيك. تطلع مين بقى الحاجه انوار دي اللي عامله حسابها قوي 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 بالشكل ده؟ الله اكبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ايه ده هو الكم التاني راح فين؟ ايه ده؟ انا متأسفة جدا، الجرس الظاهر معلق. هو ايه الجمال الرباني ده؟ هو الجرس هيفضل يرن كده يا استاذ؟ غريبة. هو بيبص لي كده ليه؟ الله اكبر. حي قيوم واحد احد. اهلا وسهلا. طب كويس اهو سكت لما عزمت عليه. هو ايه ده اللي انا عزمت عليه ده؟ الجرس. هو دايما يعلق كده. لا ده اول مرة بس. يا خبر. ده انا ما لحقتش احط ايدي على الزرار وراح معلق على طول. معذور حكم الالماظ لما يجي عليه الطيار كده بيعمل ماس والماس بيعمل كهرباء، والكهرباء تخلي الجرس كده يبقى يرن ويقعد يرن. الله، هم مسمين الجرس جرس ليه؟ ليه يا ترى؟ عشان الجرصة اللي بيعملها. يا عيني على صفين اللول يا عيني. أنا حورية. لا أنوار. من المريخ بقى ولا من السماء؟ أنا أنوار حرم المرحوم يونس بيه. إيه؟ مش معقول. هو ايه اللي مش معقول يا استاذ؟ بقول يعني مش معقول الجرس كده يعلق لوحده كده من البتاع. هي ست مسعيد. انا اللي سعيد والنبي. هو انت سعيد؟ سعيد بتشريف سعادتك. سعيد ابن الحاجه ام سعيد اللي جوزها المرحوم ابو سعيد اللي هو انا. انا سعيد. اهلا وسهلا يا سعيد. اهلا يا طنط. الله الحق الجرس علق تاني، عزم عليه. يا حي يا قيوم يا واحد احد. شفتي؟ سكت لوحده. مين يا سعيد؟ دي طنط سعيدة يا ماما. لا يا ابني، لا يا حبيبي، انا انوار يا روحي. انوار طنط انوار يا ماما. انوار بالعلاطه كده يا ماما. انوار اهلا يا حاج. افتح الصالون يا سعيد. حاضر يا ماما حاضر. اتفضلي يا طنط انوار. اتفضلي. جايه لك حالا يا حبيبتي. على مهلك يا نينا الحاج. الله أكبر سبحان الذي خلق وصور. بقول هي نينا الحاجة بتصلي؟ والله بتصلي، دي من حسن حظي. بقول ايه، افتح لك البلكونة ولا؟ لا طيب كويس كده. كويس قوي. طب انا انور لك النجفة ولا؟ الدنيا منورة. يا سلام بوجودك، والله بوجودك. متشكرة قوي. الله احلى متشكرة سمعتها في حياتي. هو حضرتك؟ انا سعيد ابن الحاجة ام سعيد. محاسب قانوني. ايه محاسب؟
ايوه محاسب، وعندي 40 ربيعا لسه ما اتجوزتش. واضح. وهوايتك المفضلة ايه؟ لا 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 لا، انا من البيت للمكتب ومن المكتب للبيت سيرا على الاقدام. بقول لك واضح انك رياضي عظيم. والله انا كنت بطل الجامعة في التنس، انما بقى عمري ما كسبت ماتش واحد. ويا ترى الهدوم اللي حضرتك لابسها دي هدوم التنس؟ لا دي بيجامة. والنبي بجد؟ والله العظيم. تعرفي اصل هدوم التنس بقى حاجه تانية خالص. هدوم التنس بقى تهي كده، شورت ابيض كده وفانيلا بيضه وجزمه كاوتش بيضه ايه ده ايه ده ايه ده وايه كمان يا استاذ سعيد؟ هو انا واقف قدام حضرتك كده بالنص رجلي والنص كم دول من بدري. يا نهار ابيض، من ساعه ما فتحت لي الباب والجرس كان معلق. يا خبر، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ماما يا واد هتكفيني على خلقتك. ماما ما شافتني يا ماما، شافتني يا حشوم وانت بالشكل ده. سواريه من غير كميه ولا رجليه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. تعرفي كانت فاكراها هدوم التنس. ماما تعرفي دي حلوه بشكل حلوه قصدي يعني عبيطه بشكل. والله ما في حد عبط منك. ايوه والله فعلا. في حد يقابل ضيوفه بالهدوم؟ والله هو فعلا هو. خش البس بدري. طيب هو فعلا. تعالى هنا. ايه موديك المطبخ؟ هو ايه هو المطبخ من هنا؟ الله، امال هي اوضتي منين؟ الحمد لله. السفرة دايما يا الحاج. يدوم عزك يا ضنايا. اتفضلي بقى يا طنط، اغسلي ايديكي بقى. وريها السكه يا واد. حاضر. من هنا يا طنط، من هنا. اتفضلي. اتفضلي بقى يا طنط، اتفضلي. وبعدين معاك ايه حكايه طنط دي؟ ليه يا طنط؟ هو انت هتعمل زي نينا الحاجه كل ما تندهلك تقول لك يا واد؟ لما خليتني افتكرت انك عيل صغير بصحيح. ظنك في محله يا طنط. اسف اصل انا بالنسبه لماما عيل جدا كمان. ما يغركيش الشعر الابيض، اصلها ماما دي قلبها ابيض. وبابا الله يرحمه كان قلبه ابيض، يعني الحكايه كلها ابيض في ابيض وراسه. اتفضلي الفوطه بقى. طب يا سيدي هات. لا مؤاخذة الفوطة وقعت عنك. اتفضل. الله، هي الفوطة ماسكة في الأرض كده ليه؟ علشان انت دايس برجلك عليها يا استاذ. يا نهار ابيض. لا مؤاخذة اعمل ايه بس يا طنط؟ لا مؤاخذة، اصل الواحد عازب طول عمره زي ما انت عارفة كده، الواحد ما ياخدش باله بقى من حكاية الفوط. لكن ايه اللي خلاك تعيش عازب لحد دلوقتي؟ خيبة بعيد عنك. كنت غاوي فلسفة هايفة عكت على دماغي وشيبت شعري. لا يا استاذ سعيد، انا مش معاك. انت لازم تسمع كلام نينا الحاجة وتتجوز بقى. حاضر. ما هو الحقيقة أنا من ساعة ما حضرتك ما شفتيني ما شفت أنا يعني من قصدي من ساعة ما أنت ما شفتيني وأنا لابس لبس التنس أبو نص رجلي ده ونص كم ده وأنا بصراحة كده يعني غيرت رأيي خالص كده. طيب عال، يعني نويت تتجوز؟ فورا. على الأقل الواحد يلاقي كده بيجامة بكمين وبرجلين كده يعني لو خطبت لك واحدة على ذوقي توافق عليها؟ طبعا. الله، ده إذا كان الجرس رن من قبل ما تلمسيه. خلاص يا نينا الحاج، أنا كلمت الأستاذ سعيد وهخطب له على ذوقي. قلت له على تهاني بنت ست أم فتحي. اسمع، هروح معاكي أشوفها وهخليه يوافق إن شاء الله. القهوة يا طنط الحاجة، القهوة. اتفضلي بقى يا ست ماما القهوة. ودي بقى قهوتي. اتفضل اشرب، اتفضل. ايه ده؟ ايه انت لقمت القهوة هي واش؟ ده انا لقمتها بن وسكر يا ماما. ليه؟ لا وانت الصادق، بن وملح يا استاذ سعيد. استني كده. ده فعلا ده فيها ملح. ومش عارف الملح من السكر يا فندم. ما هو الحق عليك انت بقى يا ماما، حتى الملح في علبه مكتوب عليها سكر، وحتى السكر في علبه مكتوب عليها ملح علشان تخم النمل يا طنط الحاجه انوار. تخم النمل، هي قصدها تخم النمل. ايوه تخم النمل طبعا. لا انا ما اتخمتش طبعا عشان انا بعرف اقرا. انما النمل بقى ما بيعرفش يقرا. والنبي عنده حق يا نينا الحاجه. ايوه يا اختي يا حميلو، ما انتوا اتفقتوا عليا وسلمك زمامه.
اقعد يا واد مع الحاجة أنوار واسمع كلامها على ما أقوم أعمل لها القهوة اللي تروق مزاجها بقى. قومي تتفضلي انت يا ماما، اتفضلي. تسلم ايديك. سلامة يا ماما. تسلم مع ألف ايديك. سلامة يا ماما. مع السلامة. أهلا وسهلا يا طنط. اهلا يا ابني، اهلا بيك. أهلا وسهلا. هو حضرتك قلت لي انك بتشتغل محاسب؟ أيوة يا طنط الحاجة. على كده بقى تعرف الاستاذ كمال خليل المحاسب؟ كمال خليل ده زميلي، ده احنا أصدقاء. ايه انت عايزة منه حاجة؟ ايوه، عايزه اصفي حسابي معاه. حساب ايه؟ حساب كتير مش عارفه له اول من اخر، وبصراحه كده حاسه انه مش مظبوط معايا، خصوصا بعد وفاه المرحوم يونس بيه. ازاي؟ ده انا اقابله فورا. يا ريت ونستدعى الامر ان اكون معاك، انا ما عنديش مانع. ده انا تحت امرك يا انوار هانم. ولد طنط الحاجة أنوار من فضلك. يا سامية مش عارف انام السوية اللي عاملينها الولاد. يا أخويا اطلع لهم بالخرزانة، أنا ريق نشف معاهم. عملتم زي الفراخ يا سي خالد انت وطارق وست سناء. هاتيلي الخرزانة يا منى. انا تحت الكنبه، اللي هيقول لي بابا على مكاني يبقى خير. ولا فوق الصندرة. يا خبر، ازوغ على المطبخ عند ماما والسيد يوم شاب زي الدنيا كده. اتفضل يا بابا، الخرزانه اهي. هم راحوا فين ولاد الابابسه دول؟ طارق فوق الصندرة يا بابا. لا يا بابا أنا خالد مش طارق. طب انزل تعالى انزل. وفين الولد اللي اسمه طارق؟ انا في المطبخ يا بابا، بساعد ماما في المطبخ. طب اطلع بقى من تحت الكنبه يا رحمن. مش فاضي يا بابا، بساعد ماما في المطبخ. بقشر البصل. لا انا اللي بقشر البصل يا بابا. انت هناك يا بنت. يعيش البصل. بتقولي يا سهام كده ما تسكتش وانت فوق راسي وكده. اطلع يا ولد يا طارق اطلع. مين خاين اللي قالك على مكاني يا بابا؟ حضرتك يا ناصح. انا؟ طب ناولني الخرزانه علشان اقدم حضرتك. خلاص. ولد هات الخرزانه يا ولد. يا طارق اجري يا طارق. وراه يا بابا. انا مش هسيبه. طارق يا ولد بابا وراه. طارق نط على الكنبة. بابا وراه. هو ما قدرش على النطة. عشت منه. خدها طارق. بابا قام كتف ولا ماسك في طارق؟ كتف قانوني. طارق وقع، الخرزانة قدامه، خدها تاني. بابا قرب منه. طارق بيغازل بابا، يمين شمال. طارق طلع من بابا من ناحية اليمين. شوت يا طارق قدامك الحمام، خش اقفل على نفسك يا طارق. جول. يا ولد تعال هنا. تعال انت كمان يا كابتن خالد. لا يا بابا كده يبقى فاول. شوف الباب يا منى، شوف الباب يا منى. بابا مين؟ عمو سعيد يا بابا، بص وراك. سعيد، اهلا. انتوا بتجروا؟ انا مش عاتقكم والله، ما عاتقكم. هو انت هتفضل طول عمرك ما تعتقهمش يا اخي؟ مغلبيني يا سعيد يا اخويا، عاملين البيت ملعب كوره، وحضرتك بقى واقف لهم حكم بخرزانه. ها مش عارف انام دي ساعه بعد الظهر. خلاص حرمت اخلف. ايوه ارتاح انت بقى وسيب حكايه الخلف دي عليا انا. انت سايبني محافظ على شجره العيله لوحدي ومش عايز تحط في عينك حصوه ملح وتتجوز. خلاص يا سيدي هتجوز. ايه انت بتقول ايه؟ هتجوز. مش معقول. وحياة ماما. ازاي خصماني. ليه؟ عشان شمت اني هتجوز. دي حقها تفرق شربات، وتفرقوا مرتين كمان، مرة علشان هتتجوز ومرة عشان عقلت. يعني انت موافق؟ انت الاول في حالة طبيعية. لا، والسبب هي ماما. لا يا اخي، انوار صاحبة ماما. انوار مين؟ انوار من السماء، انوار وهي انوار. تعرف من ساعة ما شفتها مش عارف اشتغل، مش عارف اكل، مش عارف اشرب، مش عارف اعمل. منى يا منى. نعم يا بابا. اندهي مامتك بسرعة. اقعد يا سعيد يا حبيبي، اقعد. اسم الله عليك، ده انت عرقان خالص. تعرف يا سامي، من يوم ما شفتها مش عارف اتلم على بعضي ابدا، مش عارف اتلم على بعضي خالص كده اهو. طب والمبادئ والمثل؟ انا مش ممكن اسلم حياتي لعزرائيل اللي لابس جلد بنات حواء. نسيت كل شيء، نسيت حتى نفسي. اهلا يا سعيد، ده احنا زرنا النبي. كانت هي وماما مع بعض في الحجاز، وكمان حاجة بتصلي الوقت بوقته. هي مين؟ استني يا سامية استني. وعندها كام سنة من دور ماما كده؟ ابدا، دي في عمر الربيع. وردة يا سامي يا اخويا، وردة بلدي مفتحة. هي مين يا جماعة؟ عروسة سعيد يا سامية. مش معقول عروسة.
مش عايزه ولا كلمه منك ولا من جوزك. ليه بس يا نينا؟ مش انت اللي عايزه تجوزي سعيد؟ ايوه يتجوز، بس بحق وحقيقي، مش اي واحده. والحاجة أنوار مالها يا ماما؟ ملوش لازمه، احنا عندنا ولايه بدل البنت 3. طب ما تفهمينا يا نينا، ان كان لا سمح الله فيها شيء نبعد سعيد عنها. أنا متهيألي لو كان فيها شيء كده ولا كده ما كانش يونس بيه الله يرحمه اتجوزها. يونس بيه ده كان راجل محطوط. يعني وقع فيها وهي ست مش كويسه؟ إزاي يا ماما؟ اصله شافها وهي متحزمه وترقص في فرح بنته وقام متجنن عليها. كانت معزومه يعني ليلتها وقامت رقصت؟ لا، كانت بتشتغل مع العوالم رقاصه. ايوه رقاصة درجة 3 في الكباريهات. اطلع اتهز يمين وشمال زي الفرخة المذبوحة كل ليلة وسط السكارة، ارقص رقصة الموت على صوت مزمار عليل وطبلة كلت وملت من صوابع الجامدة آسيا بتدق عليها 1.5. ورقصني يا جدع. وماله يا أنوار؟ أنا شخصيا ما يهمنيش. انت بتقول ايه؟ حتى بعد ما عرفت اني كنت رقاصة درجة 3 في الكباريهات؟ حتى لو كنت درجة 10. الدرجات عمرها ما كانت قياس للإنسان أبدا، لأن الإنسان هو اللي نظم وحدد الأرقام، مش الأرقام هي اللي نظمته وحددته. والماضي؟ ما فيش إنسان من غير ماضي. الماضي هو بداية التجربة، وكل إنسان جوه التجربة بيتعلم. ما فيش إنسان بيتعلم وينجح على طول، لازم يعطر في السكة. المهم إنه لما يقع يقوم يواصل المسيرة، وكفاية عليه إنه يتعلم هو وقع عليه. أستاذ سعيد، من غير تكليف يا أنوار، موافقة نتجوز؟ أيوة، بس لازم نينا الحاجة توافق الأول. إحنا اللي هنتجوز مش ماما. أيوة لكن من غير تردد، إحنا مش صغيرين. موافقة؟ إيه سكت ليه؟ سيبنا أفكر. طيب، بكرة الساعة 5 هستناكي في برج السعادة. عن إذنك. مع السلامة. أستغفر الله، ليه عملت كده؟ بس ليه عملت كده؟ أنا بوست إيدك اللي ملست على مقام الرسول بعد ما رمت كل الذنوب ورجعت طاهرة شريفة. خير يا دكتور حسن، طمنا عن المعروف. يظهر انها نامت زعلانه. اصل سعيد مشي وساب البيت. ليه؟ راح فين؟ اتجوز. طب ودي حاجه تزعل؟ اصل الجوازه الغرض يا دكتور، المهم صحتها. على كل حال انا كتبت لها العلاج اللازم وهفوت بعد بكره. متشكر يا دكتور حسن. يعني تفتكر حضرتك ربنا هيسهل وتتكلم وترجع لحالتها من تاني؟ عدم كلامها ناتج من اضطراب نفسيتها. المهم احنا نعالج الضغط والسكر وان شاء الله خير. اتفضل يا دكتور. متشكر. السلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا عيني يا ليلي لا. ولا كمان والنبي. يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي لا. ايه ده كله ايه ده كله ايه ده كله؟ ده انت رقصه بريمو والله بريمو. صحيح والنبي يا سعيد. الله، ايه انت بطلت رقص ليه؟ عيب. اقفل الريكوردر بقى. الله، مالك يا انوار؟ سلامتك يا عيون انوار. اصلي بقالي زمان ما رقصت. انما ايه يا عيني ايوه يا عيني لا يا ليلي لا يا ليلي لا. يو نسيت بقى. على فكرة انا رقصت علشان خاطرك انت بس. ربنا يسامحني، اصل حلفت على مصحف اني ما ارقصش ابدا طول ما انا عايش. حتى لو طلبت منك ترقصي لي انا؟ ايه ده انا روحي علشانك بس. انت بترقصي لجوزك يا حبيبتي، يعني مش حرام؟ حرام ازاي وانت جوه قلب الحلال؟ صحيح والنبي يا سعيد. صحيح وحياة انوار. انت بتحلف بحياتي؟ حياتك هي اللي نورت حياتي.
يعني عجبك؟ ده انت رقاصة درجة أولى. درجة خصوصي. يبقى ايه يا سعيد؟ امال بقى لو شفتني زمان والناس هتتجنن على نمرتي. كنت هخلي الكباريه ضلمة. يوم دول ياما اتخانقوا علشان. أنا ما كنتش هخليهم يتخانقوا عشانك أبدا. ازاي بقى؟ كنت هخطفك واجري. زي ما خطفت قلبي مني أول مرة شفتك. انت السبب. ايه؟ أنا برضو السبب؟ ولا جرس الباب بتاعكم؟ الجرس ده كان إشارة، تلغراف من قلبي لقلبك. تلغراف ناقص رجل وناقصكم، ما مش كده؟ تعرفي حاجات كتيرة قوي كانت ناقصاني، كانت ناقصة من حياتي، وكل حاجة كملت لما شفتك. قولي، وكان مكتوب ايه في التلغراف يا ترى؟ 4 كلمات. هي دي أنوار عينيا. الله. تعرف وانا كمان قلبي كان كاتب لك تلغراف. من كام كلمة؟ كلام كتير ملوش عدد. قد عمر اللي راح وعمر اللي جاي. أحبك أنوار، روح أنوار، عيون أنوار، حياة أنوار. اهلا يا ست لولا هانم. اهلا يا عبده. الاستاذ موجود؟ الاستاذ مسافر يا ست هانم، نزل العزبه. عزبة ايه؟ عزبه الست هانم. هانم مين؟ مراته. هو الاستاذ اتجوز؟ كل سنه وانت طيبه، ده بيقضي شهر العسل. الله، هو حضرتك معرفتيش ولا ايه؟ واتجوز مين؟ قصدي من امتى يعني؟ اصلي عايزه ابعت له اهنيه. تعرف عنوانه؟ ايوه يا فندم، بس هو هيرجع كمان 15 يوم بس من العزبه. طب اذا كان في العزبه تليفون لو سمحت اديني النمره. حاضر، دقيقه واحده. اتفضل. بقى اتجوزت يا سعيد، والله عال. وتطلع مين دي بقى اللي عرفت توقعك يا بطل؟ أنا. وليه عملت كده؟ مش أنت حبيبي؟ مش أنت جوزي؟ أيوة. يبقى كل شيء ملكي لازم يبقى ملك. أيوة، بس أنا مش موافق. ليه يا سعيد؟ أنا لما جوزتك يا أنوار ما كنتش أعرف إن عندك عزبة 20 فدان. وأنا ما أقدرش يبقى عندي عزبة وأتجوز واحد ما عندوش عزبة. يعني إيه؟ يعني أنا اتنازلت لك عن العزبة علشان أنت مالك قلب صاحبة العزبة. خد عقد التنازل اهو، ولما ننزل مصر إن شاء الله ابقى سجله يا حبيبي. أغلى شيء فيه إنك ماضي عليه، عشان كده أنا شلت حتة الورقة اللي عليها اسمك. سعيد، ليه قطعته؟ عشان الحب يفضل بينا على طول. أنوار، أنت أغلى من إنك تشتري حبي بعد ما وهبت لك كل حياتي يا حبيبي. الله سعيد، ماشي على طول ليه؟ هنروح، الليل مس علينا. لا، الشمس لسه ما روحتش. تعال نقعد تحت الجميزة العجوزة دي. تعال نقعد شوية نودع الشمس وهي مروحة. أنا أصلا أحب الغروب قوي. أنوار. نعم. أنت ليه بتحبي تودعي الشمس وهي مروحة؟ عشان لما أقابلها بكرة أصبح عليها وأحكي لها عنك. كده؟ يعني الشمس عارفة كل حاجة عننا. من يوم ما شفتك وهي صاحبتي، ومن يومها حياتي نورت. وبتحكي لها إيه عني بقى؟ دي مش هي بس اللي بحكي لها عنك. أمال إيه؟ ده مفيش شيء بتشوفه عينيا إلا وحكيت له عنك. حاسب، إحنا سيبنا الجميزة. نقعد بعيد شوية عنها. ليه؟ أصلي بخاف من الساقية المهجورة. إيه؟ بتخاف؟ أيوة، بتفكرني بحياتي الجامدة قبل ما أعرفك. الحقيقة امبارح وإحنا قاعدين جنبها سمعت صوت عجوز بيتكلم من بعيد قوي. كان بيقول لك إيه؟ كلام مش متفسر، لكن كان بيقول خلي بالك يا سعيد، اوعى تقع في بير الساقية يا سعيد. الساقية مهجورة والمية معطنة. سعيد، حاسب يا سعيد، الكريتة نازلة في الترعة، امسك اللي جنب كويس. يا سويلة، الحقنا يا سويلة، بيجري شوية. بس يا سعادة البيت، ايدك يا ستان.
متشكرة قوي يا عم سويلة. على مهلك يا بيه. الحمد لله. يظهر ان الحصان عطشان فجرح على ترعه. لا يا بيه، ده خيل عربي اصيل ما يبدعش على الخطر حتى لو مات من العطش. يا مدبولي ده مدبولي واقف حراسه على الدوار. طب ايدك معاه نرجع بالكاريتا لحسن مغروزه في وحل الترع. يلا يا جماعة. مين ده؟ ده مدبولي. يلا التليفون من مصر سعادتك ليه؟ تليفون من مصر؟ ايوه سعادتك ليه؟ احسن يكون بابا حصل لها حاجه. على مهلك يا حبيبي، على مهلك يا سعيد. اوعى تقع في بير الساقية يا سعيد. الساقية مهجورة والمية معطلة. اهلا بيك يا عريس. طب يا اخي مش كنت تعزمنا ولا احنا مش قد المقام؟ لا العفو يا مدام لولا. مدام؟ لا ده انت بتتكلم رسمي خالص. هي الست جنبك؟ ست مين؟ صاحبة العزبة. والله وبقيت من ذوي الأطيان يا سعيد يا سعد يا مسعود. لو سمحت يا مدام لولا تقولي لي ايه الاسباب المكالمه دي؟ شوق ليس الا قلبي المهجور سألني عليك يا خاين. سألت عليك العافيه. اظن اطمنت عليا دلوقتي. لو قفلت السكه هطلبك تاني وتالت ورابع لحد ما ترد عليا الست صاحبة العزبة واحكي لها كل شيء عنك. سامع؟ لولا من فضلك ايوه تعدل كده. اسمع، راجع مصر امتى؟ ليه؟ علشان اشوفك. لولا لازم تفهمي. افهم انت، انا مطلعش من المولد بلا حمص. قصدك ايه؟ يعني شوف لنا فدانين كده نزرعهم فجل جرجير وهي شغلانه ناكل منها عيش. لولا الكلام اللي انت بتقوليه ده مش كويس علشانك. ليه يا حبيبي؟ مش انا مسؤوله منك والمفروض انك تصرف عليا؟ لولا مع السلامه. لما اوصل مصر هبقى اتصل بيكي. جاي امتى؟ من بعد بكره. هستناك الساعه 5 في برج السعاده. عارف لو ما جيتش. طيب. ها خير يا سعيد؟ مع السلامه. منين الحاجه بخير؟ ايوه ده تليفون من المكتب. واحده ست لها حساب معايا. انوار خلي سعديه تعمل لي قهوه لو سمحتي. يا نينا مش معقول كده. انت صحتك في النازل كل يوم عن يوم. سيبيني يا سامي سيبيني. حرام عليك يا نينا اللي بتعملي في نفسك ده. وهو مش حرام عليه اللي عمله فيا. هو سعيد صغير يا ماما، ما هو عارف مصلحة نفسه كويس. لو كان عارف مصلحته ما كانش اتجوزها بعد ما عرف انها. طب يلا خدي الدواء ده. مش عايز. وصحتك يا ماما؟ مش مهم، ما خلاص عدمت وهو السبب. جاب أجلي. قلبي وربي غضبانين عليك يا سعيد يا ابني. يا نينا ادعي له ربنا يهديه ويرجع البيت تاني. ربنا ياخدني قبل ما اشوفه داخل عليا. مش عاوزة يحضر عزايا ولا يمشي في جنازتي. سمعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني خلاص كل اللي بينا راح؟ كل شيء نصيب يا لولا. من النهارده احنا اخوات. ياه للدرجه دي بتحبها؟ طبعا. وهي بتحبك؟ ممكن استاذن جرسون؟ جاوب على سؤالي، متاكد من حبها؟ ما تهربش زي ما هربت مني المره اللي فاتت. الحياه الزوجيه تفاهم واحنا متفاهمين ومتفقين يا جرسون. طب بقول ايه، خليك قاعد معايا شويه نعيد الذكريات الحلوه. اصلنا رايحين سينما. سينما ولا فرح؟ لا سينما. بحسب كباريه. ايه انت قصدك ايه؟ يمكن تكون المدام حنت للرقص تاني. رقص؟ متأسف يا سعيد، اصل اللي بيحب انسان لازم يعرف اخباره. ولما سألت على الست اللي خدتك مني عرفت انها رقاصة. مين بقى اللي قالك الكلام ده؟ مفيش حاجة بتستخبى يا حبيبي، وعلى فكرة كل اصحابك عارفين. ولما سألوني انت سبت سعيد قلت لهم لا انا لسه على ذمته. ذمتي؟ اصلي بحبك وما اقدرش على بعض. انت مجرمة. وانت اصل الجريمة. قتلتني ومشيت في جنازتي بجوازتك من انوار هانم هشك الرقاصة. خلاصي انوار اطهر واشرف انسانه في الدنيا. لا يا شيخ، طب اسال كمال خليل المحاسب اللي كان ماسك لها حساباتها قبل حضرتك ما تتجوزها. كمال؟ ايوه يا استاذ،
ما هي كانت صاحبته. حتى اسأل. خلاص. امال يونس بيه مات من ايه يا حرام؟ يونس بيه؟ لما شافهم مع بعض جات له السكتة. طب ساكت. كدابة كدابة كدابة. اخصى عليك يا سعيد، بقى انت مش مصدقني. جرسون بقول ايه يا سعيد؟ تحب اقول لك كمان ان ولاد يونس بيه رافعين عليها قضية تزوير في ممتلكات ابوهم. التزوير؟ وهيكسبوا القضية. اصل يونس بيه الله يرحمه كان سفيه، والورثة حجروا عليها قبل وفاته. انت جبت المعلومات دي كلها منين؟ اللي يسأل ما يتوش، واللي يدور يعرف. امال زيك تتجوز عمياني من غير ما تسمع كلام امك لما يا عيني رقدت وهتموت فيها. يا متر الحساب يا متر، بسرعة بسرعة. بقول ايه يا سعيد؟ خلى عنك يا حبيبي. حوش لك قرشين قبل ما تبقوا على البلاطة، ولما ترميك في الشارع ابقى تعالى. انا برضو ليه؟ ايه؟ قضية ايه؟ ورثة المرحوم يونس بيه رافعين عليك قضية نزع ملكية وبيطعنوا بالتزوير. مين اللي قالك الكلام ده؟ هو اللي قال الكلام ده. كمال مين؟ هو انت تعرفي كم واحد اسمه كمال؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. وكمال خليل مين؟ المحاسب؟ ايوه، اللي كان سبب في موت المرحوم يونس بيه. لا يا سعيد، حرام عليك ما تظلمهوش. بتدافع عنه طبعا. لأن المرحوم مات وهو بيصلي الفجر، وأنا بصلي وراه هنا على السجادة دي اللي أنا قاعد عليها دلوقتي. يبقى إيه دخل كمال؟ لما شافهم مع بعض جات له السكتة. طب ساكت. كذابة 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 كذابة. أنا عمري ما كذبت عليك يا سعيد. لا دي هي اللي كذابة. هي مش انت يا أنوار. هي مين؟ لولا؟ أيوة، الست اللي كانت كلمتني في العزبة يوم ما مدبولي قتل القط المتوحش. اللي قلت لي انك ليك حساب معاها. وصفيته خلاص. أنوار سامحيني يا حبيبتي. لا، مش هسامحك إلا لما تتوضى وتصلي معايا على السجادة دي علشان تطرد الشيطان من قلبك. مع السلامة يا فندم. لا مؤاخذة، واحد اسمه الأستاذ رؤوف حلمي، صاحب سعيد أخوك. أيوة، رؤوف الرسام. تصور يا أستاذ سامي، كل يوم 5-6 مكالمات من أصحاب سعيد. اللي يسأل صحيح سعيد اتجوز يا مدام؟ واللي يقول دي كدبة إبريل يا حاج، واللي تتكلم وتقول لي اشتريتيه بكام يا ست. وكلام من ده كتير، لكن أنا ما برضاش أجيب سيرة لسعيد عن أي كلام من ده. نهايته ما تتفضل القهوة. متشكر. على فكرة سعيد تملي يكلمني عنك وعن المدام سامية، وقال لي إنكم مش متضايقين علشان إحنا اتجوزنا. فعلا. وكم مرة أقول له نفسي والنبي أزورهم يا سعيد وأشوفهم. ده يسعدنا. لكن معلش بقى، سعيد هو اللي مقصر. بكرة كل شيء يتصلح. وازاي اننا الحاجة هي لسه برضو واخدة على خاطرها مننا. لا أبدا. عارف يا أستاذ سامي، والله زيارتك دي شالت من قلبي حزن كبير قوي. خلتني أحس إن ليا أهل وليا ناس. قهوة دايما. يدوم عزك هنيا. الله يهنيك. والله يا ريتك جبت المدام سامية معاك. الجايات كتير. صحيح والنبي ولا كلام بس؟ لا إن شاء الله. أستأذن أنا؟ إيه ودي تيجي؟ ما أنت قاعد. سعيد زمانه جاي، ده هيفرح قوي قوي لما يشوفك. متهيألي هتأخر وأنا عندي شغل. لا أبدا، ده هو كلمني من العزبة من ساعة وقال لي إنه جاي على طول. أصل النهاردة عيد جوازنا الأول. مبروك. الله يبارك فيك. وعلى فكرة بالمناسبة حضرتك هتبقى عم، يعني سعيد خلاص هيبقى أب. أيوة، النهاردة الدكتور رمزي بشرني، وسعيد لسه ما يعرفش حاجة خالص عن الحكاية دي، شايلها له مفاجأة. ألف مبروك. علشان كده يا ريت تجيب المدام سامية وتيجوا، يعني نحتفل مع بعض كلنا كده وتبقى الفرحة فرحتين. أحاول،
ولما يوصل خليه يكلمني عند ماما ضروري. هي نينا الحاجة طلعت من المستشفى؟ ايوه. طيب لو سمحت سلم لي عليها. حاضر. وقول لها بنتك أنوار منى عينيها انها تشوفك، وخليها تدعي لنا وترضى علينا، ترضى علينا بقى، وفرحها وقول لها كلها كام شهر وسعيد هيبقى أب. الو انا رؤوف يا سعيد. ايوه يا رؤوف، انا معاك. اهلا بيك. جيت من بيروت امتى؟ وصلت من اسبوعين. طيب عايز اشوفك ضروري عشان اتكلم معاك كلام كتير. ان شاء الله. لكن قول لي ايه الاخبار الوحشه اللي سمعتها دي يا سعيد؟ انت صحيح اتجوزت واحده رقاصه؟ لما نتقابل هكلمك يا رؤوف في الموضوع ده. يعني اقفل السكه؟ لا مش قصدي، انما قول لي انت عرفت بتليفون العزبه منين؟ من الست صاحبه العزبه. كلمتك في البيت، ردت عليا المدام بس من طراطيف مناخيرها. قول له انها كانت مرتبكه وفي واحد جنبها بيكح وسمعتها وهي بتكلمه يا رؤوف. الو. قول له على اللي سمعته. الو يا رؤوف. ايوه. في حد جنبك ولا ايه؟ هي اللي كان جنبها واحد بتكلمه وسمعته بيكح، افتكرته انت وبتنكر نفسك مني. بتقول ايه يا رؤوف؟ بقول ليه بس كده يا لولا؟ سعيد اتلخم والفار لعب في عبه يا شيخه، يمكن حد قريبهم. ده بيمثل عليك يا رؤوف، ما هو عارف كل حاجه. الو يا رؤوف. ايوه يا سعيد. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا رؤوف؟ كلام فارغ؟ وريني يا رؤوف. الو يا استاذ، عرفت ان حضرتك قاعد في عزبة الست والست واخده راحتها في البيت؟ الو مين اللي بيتكلم؟ مين؟ سعيد. الله، انت بتدور على ايه؟ فين؟ هو ايه اللي فين؟ مالك يا حبيبي؟ تعال لما ابوسك. اتأخرت ليه؟ ها؟ الله، سعيد انت بتدور على ايه؟ لا مفيش. انت طافيه النور ليه؟ ها؟ الشقه ضلمه كده ليه؟ تعال اقعد هنا. السفرة جاهزة وعليها التورته. انا عملتها لك بايديا الاتنين دول، وكتبت عليها بالفستق الاخضر سعيد وانوار، علشان حياتنا تفضل خضرة على طول. عقبال 100 سنة يا حبيبي، وخطوتي جنبك احلى نغم يخلي عمري دايما ربيع. سعيد، ولع لي شمعة حبنا اللي هتفضل منورة على طول. بقول لك ايه، تسمع مزيكا؟ سعيد حبيبي. ايوه اسمع مزيكا. ايوه ارقص لك؟ لا مش هقدر، بلاش احسن، انا ممنوعة من الرقص خلاص. عارف ليه؟ ليه؟ علش لا، مش هقولك دلوقتي. يبقى دمك تقيل، بوسني بوسة تانية. كان جنبها وهي بتكلمه وسمعته بيكح، افتكرته انت وبتنكر نفسك مني. مين يا حبيبي؟ مين؟ جمال خليل المحاسب، اصله صاحبها. حتى اسألها. صحيح يا انوار؟ هو ايه يا حبيبي اللي صحيح؟ حضرتك قاعد في عزبة الست والست واخده راحتها في البيت. لا مش ممكن. الله، ولعت النور ليه يا حبيبي؟ مش معقول. مالك يا سعيد؟ انت عرقان كده ليه؟ حبيبي اجيب لك كوبايه ليموناده؟ ها؟ حاضر هجيب لك حالا. مش قادر اصدق. فوق بقى يا استاذ، اصحى وشوف ايه اللي بيحصل في بيتك. انا سامع بوداني وهو بيكلمها وكنت بحسبه انت، ولما كح شكيت، علشان كده كلمتك في العزبة علشان اتاكد. لا مش ممكن. كذابين. قبل ما تناسب حاسب يا سعيد، وخلي بالك اوعى تقع في الساقية مهجورة والمية معطلة. امال يونس بيه مات ليه؟ بطل يا سعيد، امك عندها ضغط وسكر. ايه الاخبار الوحشه اللي سمعتها دي؟ صحيح انت اتجوزت واحده رقاصه؟ بتشتغل في كل كباريه شويه، درجه 3. كنت برقص زي الفرخه المذبوحه وسط السكر. رقصني يا جاد. لا الله، ايه ده؟ ايه يا عجب؟
أعاب السجاير دي كلها؟ ايه أعاب السجاير دي كلها؟ أنوار ما بتدخنش، مش ده نوع السجاير اللي أنا بشربها. يبقى مظبوط نفس السجاير اللي بيشربها كمال خليل، فلتر الأصفر، لون الموت. أنوار. أيوة يا حبيبي، الليمون يا حبيبي. لا يا خاينة سعيد، مجرمة موت يا خاينة، موتي. حرام عليك، هموت أنا هموت، مش هموت لوحدي، ابننا خلاصي. لا لازم هو كمال خليل المجرم. الو، رد يا كلب، انا عرفت كل حاجه يا مجرم. سعيد، ما جيتش ليه؟ مين سامي؟ ايوه، هي انوار ما قالتلكش ان جيت لك البيت النهارده؟ انت كنت هنا امتى؟ جيت لقيتك في العزبه. هو انت اللي كنت موجود لما رؤوف اتكلم وسأل عليا؟ ايوه يا سعيد، كنت جاي اخدك عشان ماما كان نفسها تشوفك قبل ما تموت. الو. مش معقول. تعال بسرعه، بسرعه يا سعيد. انا جاي حالا. بقى في حياتك يا سعيد. مش ممكن. لو كنت جيت من 10 دقايق كنت شفتها وكانت ماتت وهي مرتاحة. روحها راحت 3 مرات ورجعت، وكل مرة تسأل عليه، كان نفسها تشوف. قبل ما أكلمك بدقيقة ردت فيها الروح ودعت لك بالستر وعدم الفضيحة، وبعدين أشوفها يا سامي، أشوفها. ماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحية يا سامية، ماما صاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما صاحية. حكمتك يا رب، حكمتك فتحت عينيها. كان نفسها تشوفك يا سعيد. ماما شايفاني أنا سعيد، حبيبك سعيد. ماما رد علي يا ماما. سعيد. أيوة يا ماما، أيوة ماما، أنا جيت لك يا ماما. سامحيني. ربنا معاك يا سعيد. سامحيني. واللي حصل ده كله انت السبب فيه. سامحيني يا ماما، سامحيني يا حبيبتي يا ماما، سامحيني. كان نفسي تسمع لكن لا يا ماما، أنوار شريفة يا ماما، وحياة الشدة اللي انت فيها أنوار شريفة. أنا ظلمتها يا ماما، كلنا ظلمناها يا ماما، هي ما جاتش معاك ليه؟ كان نفسي أشوفها. سامحيها يا ماما، سامحيها وسامحيني يا ماما. مسامحاها ومسامحاها، وكله سلف ودين. كله سلف ودين. سعيد، الحقني يا سعيد. ايه ده انا عرقانه كده ليه؟ الله، العرق ساقع كده ليه؟ مش معقول ده، انا بترعش، مش قادره اقوم. لا، رجلي تقيله قوي. الله، ايه ده مش ممكن. لا، اكلم الدكتور. اعمل ايه؟ دكتور رمزي اكلمه. ايوه، يمكن يكون في امل.
يا رب يا رب، مش قادرة، ساعدني يا رب. لو كنت قبلت توبتي وزيارتي وانا عند حبيبك النبي تاخد بيدي يا رب يا رب. مين سعيد؟ مين؟ دكتور رمزي. انت فين يا مدام انوار؟ وفين الاستاذ سعيد؟ الله، انتوا مش عازمين حد غيري ولا ايه؟ الله، ايه ده يا مدام انوار؟ طيب قومي على مهلك. على مهلك يا انوار. بالراحه يا حبيبتي، بالراحه. ما تخافش يا سعيد، الحمد لله ربنا قدر ولطف، والجنين كان لسه عنده 2 شهر اياميها. الدكتور رمزي لحقني في الوقت المناسب. بقول ايه، لو جبتي ولد هنسميه رمزي؟ لا يا حبيبي، نسميها على اسم أشرف الخلق، محمد عليه الصلاة والسلام. وانا في عز شدتي دعيت ربنا من قلبي وقلت له وحياة حبيبك النبي إذا كنت قبلت توبتي بصحيح تنقذني. والحمد لله أنقذني، والجنين عاش وبقى عنده دلوقتي 19. ويمكن إن شاء الله أولد الليلة أو بكرة. صحيح يا أنوار. والنبي أنت مش مصدقني؟ اسأل الدكتور رمزي، قوم كلمه في التليفون. لا، أنا هكلم سامية الأول تيجي عشان تقعد جنبك. ربنا يخليك لي يا سعيد. ألف مبروك يا سعيد. ولد ولا بنت؟ يا أخي ولد ولا بنت، ما هو كل واحد. لا، واحد غير واحدة. هي سامية، كلمي. واحدة يا سيدي. ابسط يا عم بالجوز عشان تحصلنا في 3 سنين. لا، هو ولد وبنت وستوب، عشان أعرف أربيهم ينفعوا البلد يا ست سامية. بقول إيه، أقدر أشوف أم عيالي يا سامية؟ تقدر، ما تقدرش ليه؟ الحمد لله على سلامتك. كده خوفتهم بدقنك الطويلة. بس يا ولد، بس يا بنت. أنوار سعيد، مين فيهم الولد ومين فيهم البنت؟ ده محمد يا سعيد. ودي أنوار. أيوة دي أنوار. لا دي زهرة، الحاجة زهرة. ماما حبيبتي اللي أنقذت حياتي في آخر دقيقة، الله يرحمه. بعد ما طلع السر الإلهي صحيت وندهت عليك ودعت لك بالستر وعدم الفضيحة. أيوة، الله يرحمها. روحها الغالية كانت بتحوم حوالينا، ساعتها شافتني وأنا بخنقك يا حبيبتي، ردت في جسدها وندهت عليا. كلمتني انت يا سامي في التليفون، كلمتني وقتلت الشك اللي كان مشنقة في ايديا حوالين رقبة أنوار حبيبتي، أطهر وأشرف إنسانة في الوجود. حبيبتي أنوار. ايه حيلك دي حبيبتي أنا لوحدي بس. يا حبيبي يا سعيد، يا حبيبي يا أبو عيالي. وانت كمان يا حاجة زهرة. أيوة. هاتي بوسة. بوسي بابا يا بنت. شفت الحاجة زهرة ضربتني بالقلم وهي لسه في اللفة يا سامي. عشان تعذر أخوك. على رأي المرحومة لنا الحاجة، كله سلف ودين. بس يا ولد، بس يا بنت، بس يا ولد، بس يا بنت، بس يا ولاد الحب. سلف ودين، قصة محمود فوزي الوكيل، إعداد إبراهيم أبو الغيط، قام بالتمثيل سهير المرشدي، كرم مطاوع، أمينة رزق، رجاء حسين، زكريا سليمان، نجاة علي،
محمد فايق عزب، محمد منصور، هاني عبد العظيم، محمد زكي المدرك، وأحمد كمالي. الهندسة الإذاعية أحمد حمود ومحمد أبو طالب. سلف ودين من إخراج مصطفى أبو حطب. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.